السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين للمرة التانية بخصوص امتحان الأحياء. هكرر المرة المليون، الامتحان ما كانش سهل خالص، وأي مدرس بيقول الامتحان سهل حليناه وعملناه يا مستر إن حضرتك كنت شغال لوحدك، كل الناس كانت شغالة وكل المعلومات والله متقالة والكلام ده كله. بس يا جماعة لازم نفهم، أقسم بالله ده مش منظر امتحان. انت لما تيجي تقارن الاخطاء والمصايب اللي في امتحان الاحياء بالامتحان الفيزياء اللي حصلت عليه الدوشه دي كلها، فامتحان الاحياء كان فيه مصايب اكتر من الفيزياء. بس في نقطتين مهمين انا حابب اتكلم عنهم. اول حاجه فكره ان نماذج الاجابه او كل مدرس طالع بنموذج اجابه، فالطالب انا عايز اقول لك ان هو ممكن يروح يصحح مع المدرس ده يلاقي نفسه ناقص 10 درجات، يروح مع مدرس تاني يلاقي نفسه ناقص 12، يروح مع مدرس ثالث يلاقي نفسه ناقص 7 درجات. طب وليه؟ هو حضرتك بتنزل نماذج اجابه وفقا لايه؟ ده ما تقولش نماذج اجابه، قول دي وجهه نظري في الاسئله. يعني لما المدرسين نفسها مش عارفه تحل الامتحان، يبقى الطالب هيحل الامتحان ليه؟ تمام كده خلاص. او الطالب يعني انت هيحل الامتحان على اي اساس؟ المدرس اللي هو المفروض اكثر يعني علما واكثر اطلاعا زي ما بيقولوا، مش عارف يحدد الاجابه الصح من الغلط. هو انت كطالب او هو كطالب قاعد في الامتحان في عز التوتر في عز الضغط ده والمواد دي كلها، عايزه يحسم اجابته الصح من الغلط. طب على اي اساس؟ وبعدين لما حضرتك تطلع بنماذج اجابه بتفسر لي من مراجع علميه، يعني انا معلش مش هذكر اسم حد او مش هذكر اسم حد بعينه او اسم كتاب معين، لان الكتب ظهر انها اخذت الموضوع ترند وكل واحد طالع وكل مدرس طالع يطلع لي مراجع علميه. يا استاذنا احنا مش في هيئه البحث العلمي. انا لما تيجي تقنعني باجابه تقنعني من نص في كتاب المدرسه، انا دستوري كتاب المدرسه. انا لما باجي اشرح للطالب منهج بشرح له المنهج اللي موجود في كتاب المدرسه. انت حضرتك مش جاي في جامعه اوكسفورد ولا جاي تحضر ماجستير على طالب ثانويه عامه. اللي حط الامتحان ده كان لازم يراعي فكره ان ده طالب في الاخر مش دكتور. يا عم انت عايز تبان ان انت فت وعايز تبان ان انت مفيش زيك، يبقى حضرتك تروح تشتغل في جامعه وتحط الامتحانات بتاع طلبه جامعه مش طالب ثانويه عامه متمرمط واهله صارفين عليه دم قلبهم سنه كامله عشان حضرتك تيجي تطلع لي اسئله ما ينفعش حتى انت نفسك هتحط نموذج اجابه تصحيح تقول دي صح ودي غلط. حرام يعني. مش عايز الواحد مش عايز يدخل في سكة ان هو اعصابه تتفلت ويقول حاجة مش تتاخد عليه. بس انا شايف ان اي مدرس بيطلع دلوقتي يبرر اجابة ببند مرجع علمي او يجيب لي نص من مرجع علمي، فهو انت كده بتظلم الطالب، حضرتك كده بتقوي اللي حاطط الامتحان. يا جماعة لازم الكل يتكلم ولازم كل الناس توضح المصايب اللي في الامتحان. يعني ايه حضرتك جايبها لي في المنهج النواة وتروح تقول لي لا دي النوية اصل علميا كذا؟ انا ماليش دعوة بعلميا، حضرتك هات لي نص من كتاب الامتحان. يعني ايه تجيب لي فقرات وايه ولا والادهى من كده ان نموذج الاجابة بدأ يتسرب لبعض المعلمين يقول لك ده نموذج الوزارة كاتبها 4 مفاصل. فين ال4 مفاصل حضرتك لما انت قايل له في المنهج وفي كتاب المدرسة نصا انها فقرات غير متمفصلة؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني المفروض ان انت ترمي لي كلام عايم وانا اخد بالي من ايه؟ مش فاهم. وده بس ده سؤال ولا سؤالين من كام سؤال؟ الامتحان فيه 6 أو 7 أسئلة جدالية بحتة ما تقدرش تحط فيهم نموذج إجابة، وفي النهاية مش هيطلع نموذج إجابة أنا عارف، واللي في دماغ المؤلف أو من وحي خيال المؤلف هو اللي هيتحسب للطالب. يا جماعة حرام والله، الأحياء اللي بيحصل فيها ده حرام. الأحياء بقت مردغانة، بقى فيه وجهات نظر أكتر من إن أنت بقى عندك منهج. ما هو حاجة من الاتنين، يا تحط امتحان على قد منهجك يا تحط منهج على قد امتحاناتك. وهقول تاني، حسبي الله ونعم الوكيل في أي مدرس يطلع يدافع عن نماذج الإجابة أو يتكلم بمبدأ إن أنت علميا وما علميا. أنت كلمني منهجيا يا أستاذنا. احنا عارفين ان المنهج فيه عوار وعارفين ان المنهج فيه اخطاء وعارفين ان وفي الكليه درسنا حاجه والمناهج كانت بتدينا حاجه تانية وعارفين ده من زمان. والله مش حضرتك مش جاي تقول لي انا ده دلوقتي، انا عايزك تقول لي الوزاره ده. عايزين نتكلم ونتكلم كلام موحد زي ما حصل في الفيزياء، نتكلم عن المصايب ما نتكلمش على تبرير المصايب دي، وكل واحد يبين نفسه ان هو باحث علمي. يا عم تدرس احياء خلاص روح درس في الجامعه، ما تخرجوناش عن شعورنا. الله يبارك لكم. اتقوا الله في الناس واتقوا الله في الطلبه دي واتقوا الله في مجهود الناس اللي ممكن يضيع بسبب واحد بس شايف ان هو ما فيش احسن منه.
والناس اللي بتتكلم على المنصات او على المدرسين المشهورين، يا عم انت بتعمل ايه؟ انت معلش مع احترامي ليكوا في اللفظ، انت مش قادر على الحمار جاي تقدر على البردعه، انت بتتكلم ازاي؟ واللي طالع يقول لك المنصات بوظت العيال، ايوه عيالك انت فين؟ طلابك انت فين؟ حضرتك هات لي نموذج، او يطلع كده قول لي نموذج وحل الامتحان ده وخلي الوضع الامتحاني يصححه لك، شوف هتجيب كام في الاخر. ما الموضوع ملوش علاقه لا بيا ولا بيك ولا بمدرس خبره 20 سنه و100 سنه ولا مدرس خبره خمس ولا خبره حتى سنتين ولا حديث تخرج حتى. تقول الله في الناس، الله يبارك لكم. وبعتذر عن عن اي خروج عن النص حصل او اي عصبيه، بس الواحد من امبارح فعلا بيشوف حاجات لا تطاق. وفي النهاية نتمنى زي ما حصل في الفيزياء يحصل إعادة نظر في الأحياء. وأتمنى إن اللجنة اللي موجودة في امتحان اللي بتحط امتحان الأحياء دي، يا ريت يعني تقعدوا في بيوتكم، الله يبارك لكم، ترحمونا يعني، ترحمونا، الله يبارك لكم. السلام عليكم.